بالنسبه للعياشه اللي كيدخلوا دابا، انا ما قلتلكش تضامن معايا، ما تقولكش تضامن معايا، انا ما كنتسناش تضامن معايا العياشي، لانك انت اصلا تحتاج من يتضامن معك من اجل تحريرك من العياشيه والعبوديه. فكيف تتضامن معي؟ كيفاش غتضامن معايا؟ اذا العياشه اللي كيدخلوا هنايا، الا كتشوفوا ان ناصر ما يقوله غير صحيح، علاش مرات كتدخلوا كل مره للصفحه ديالي؟ هذا دليل على انني قصت لكم الجرح ديالكم. العياشة سيتقابلوا موازين. لو انكم فعلا تحترمون الرايه ما قدمتموها للديوثيين على راس المنصه في موازين. اهنتم العالم المغربي. يا من يطالبون برفع العالم المغربي، لقد اهنتم العالم المغربي عندما منحتموه للديوثيين الذين صعدوا منصه موازين معروفين بالشذوذ الجنسي، ومنحتموها فرفعوها على أكتافهم. لو أنكم تحترمون فعلا الراية، لو أنكم فعلا تحترمون هذا الوطن، لما سمحتم لموازين الذل والعار، والذي جمع مجموعة من المرتزقة. إذن احترموا العالم، احترموا العالم، فالعالم هو ممثل الشعب. العالم هو اللي كيمثل الشعب في الاخر. هذا علم المغرب، هذا علم اسبانيا، هذا علم المانيا، علم كذا. اذا عيب وعار تتكلموا بهذه الطريقه هذه. العياشه كيفاش غادي تتضامن معايا انا؟ انت اصلا خصك شكون غيتضامن معاك، خصك تحرر من العبوديه. انا ما نرضاش نشوف البنات في الامارات، انا ما نرضاش نسمع على انه كاينين بنات مغربيات في الامارات السبب ديالهم هو الجنس. علاش؟ لانه الله يحسن العوان. بلاتي في الامارات كاين قوانين ديال الخروج. انا راه قحبت في الامارات، ماشي ما قحبتش في الامارات. شنو حب في الامارات. انا طلعت الامارات في 2012. كان باقي الضو. دابا راه كاع القحبه اللي كدير 18 عام كتصايب باسبور كتمشي للامارات. هذيك الساعه كانوا القحاب قلال في الامارات وكانوا الطوب ديال القحاب. وهي دابا راه مشات، دابا راه اللي ما خداماش واللي ما عندها الصالير ديالها ومخليه القحوب غير فوق السبعه ونصيب وكذا وهادي باش تعيش. راه اما داك اللي كيجيو فيزات اقسم بالله سير طلع عليهم في الديسكو دابا. الا قال لها غير 500 درهم اماراتيه كتقول له زيد، كتقول لك هذا 500 ونرجع وهذا 500 اولا انا شحال اللي طبونك ب 500 مع الهنود مع الباكستانيين. الدوله ما وفرتش ليهم، الدوله ما عطات لهمش، الدوله احتقرتهم. الله يحسن العوان ديالهم. علاش؟ هادو ما لقاوش الخبز سخون في بلادهم، بينما الوزير يتقاضى 7 ملايين، ناهيك على السرقه، ناهيك على اللصوصيه. واش بغيتيني نوقف لكم الماء في الركابي؟ العياشه. واش بغيتيني نمرضكم نفسيا؟ العياشه حتى نتوما عياشه مرض. الوعي فيكم ناعس في البيت حدا مو با واختو كذا وكذا. العياشه ومازال كتهضروا، مازال كتهضروا كتكلموا. لو ان لكم ذره من الوطنيه في قلوبكم لانتفضتم ضد الفساد والمفسدين، ولحاسبتم الدوله على سماحها لبنات المغرب، مع احترامي للشريفات العفيفات اللي كاينين كيتواجدوا في الامارات اللي الله يحسن العوان ديالاتهم. علاش؟ مسكينه الوالدين ديالها كيتكرفسوا راه مشات شدات ديك الطريق، وحتى وحده فيهم ما كرهت انها تعيش في بلادها. وهذا الشيء كاين احصائيات خطيره جدا. وكتكلموا العياشه مازال كتهضروا، مازال عندك الجرأة تخرج تتكلم.